على مدار هذا الشهر كثيرا ما نلاحظ من كثرة الترويج للمسلسلات والبرامج والعروض والمسابقات وغيرها من الملهيات التي تشتت الأذهان وتلهي الطائع عن عبادة الرحمن، فتشغل العين عن قراءة القرآن الكريم وتربط اللسان عن ذكر الله وتثير الجسد إلى ما هو محرم وتضيع الأوقات دون الاستفادة من ذلك. فبدلا من انتظار الأذان للصلاة أصبحنا ننتظر لقطات فاسدة عبر شاشات مزينة ومسامع محرمة عبر أفواه لا تنادي إلا لما حرم الله ورسوله. يا أيها الأخ الكريم، إنهم لصوص رمضان، فهل ستستجيب لهؤلاء اللصوص؟ إذن كيف نغلق باب رمضان الممتد بنفحات الخير والأجر ونفتح أبواب الوزر والمعصية؟ ألا نتذكر قول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الإمام الترمذي. فلا والله يا رسول الله لن ننتبه إلا لما قلت ولن نفعل إلا ما ذكرت. خير الأفعال وأصدق الأقوال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباق رمضاني لك أيها الأخ الكريم، اجعلوا من رمضان سباقا للطاعة عبر مسارات الصيام والقيام وليلة القدر والصدقات والزكوات وغير ذلك. فلا تضيع على نفسك هذه الجوائز القريبة إليك، ولا تدع قطار الحسرة ينال منك، بل ضيع الفرصة على من يتربصون بك كي يلهون وقتك وكثير من الأوقات التي تذهب عليك. تجنبوا شاشات التلفاز في شهر سريع النفاد يختلف اهتمام المسلمين برمضان، فإنهم يستغل هذا الشهر للصيام والقيام والطاعات والعبادات، والبعض الآخر ينتظر قدوم رمضان لمتابعة التلفاز وما به من مغريات وملهيات، وذلك من خلال إعلانات تذكر الناس بالمسلسلات الجديدة والبرامج وغيرها مما يثير اهتمام ضعفاء النفوس ويجذبهم لمتابعة تلك الهراءات المحملة بحبائل الشياطين. لذلك لا بد علينا من محاربة قوى الشيطان. حلقات سيئة، مسلسلات يسمونها برمضانية، مسلسلات تضيع أوقات المسلم وتذهب عليه أجر صيامه. بكل أسف يعد شهر رمضان موسما للمسلسلات والأعمال الدرامية الرمضانية والتي تعد خصيصا لهذا الشهر، وكل هذا بهدف جذب المسلمين وتلهيتهم وتشتيت انتباههم عن أداء واجباتهم في رمضان. فبمجرد مشاهدة المسلسلات المشتملة على المحرمات كالتبرج والاختلاط ونحو ذلك في نهار رمضان ينقص من أجر الصائم، بل قد تذهب بأجره كله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه ابن ماجه. فمشاهدة المسلسلات دليل على عدم تحقيق الغاية المرادة من الصيام، وهي تقوى الله جل وعلا، فإن الصيام فرض لأجل تحقيق التقوى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليتذكر الجميع سرعة مرور الأيام والأعوام، ولا بد أن نعتبر ونتعظ من مرورها وسرعتها. يقول الله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فليسأل كل منا نفسه وليعد لذلك اليوم والوقوف بين يدي الله من مروره من هذه الحياة الدنيا وذهاب أوقاته عليه بما لا فائدة له من ذلك. أخي الكريم، لا تتركوا لصوص رمضان يفقدوننا رمضان،
وكما هم متيقظون لإبعادنا عن شعائرنا، لا بد وأن نكون أكثر يقظة منهم في المحافظة على هذه الشعائر، وأكثر حرصا على